مرحبا بكم جميعا في قناة بكالوريا لنحقق النجاح. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. هذه الحصة ستكون مخصصة في مكون النصوص، وبالضبط قصيدة لي في من مضى مثل. من الملاحظ أن قصيدة لي في من مضى مثل كما يظهر كالآتي: عبارة عن قصيدة ذات نظام الشطرين. وأول مرحلة نبدأ بها هي مرحلة المقدمة. أولا، التأطير العام للقصيدة. يرى الكثير من الباحثين أن الشعر العربي قبل عصر النهضة فقد كثيرا من خصائصه وعناصر قوته، واكتفى بترديد الصور البيانية واقتصاره على بعض الأغراض. فلما جاء عصر الإحياء أخذ الشعر ينتعش ويستعيد قوته، وأخذ يرتبط بالحياة، وذلك بفضل مجموعة من الشعراء الإحيائيين، أبرزهم الشاعر محمود سامي البارودي، الذي لعب دورا مهما في بعث مصطلح الشعر الإحيائي. ثانيا، التأطير الخاص. تعتبر قصيدة لي في من مضى مثل نموذجا للقصيدة الإحيائية، وذلك استنادا لمجموعة من المؤشرات، أهمها صاحب النص، شكل القصيدة العمودي، ومطلعها مقدمة غزلية، وكذا عنوانها الذي يحيل على ارتباط الشاعر بالماضي. هذا ما يبين أننا أمام قصيدة شعرية تنتمي لتجربة إحياء النموذج. ثالثا، صياغة الإشكالية. أولا، فما مضامين هذه القصيدة، وما خصائصها الفنية، وإلى أي حد استطاع الشاعر تمثيل تجربة إحياء النموذج. ثانيا، مرحلة العرض. أولا، مضامين القصيدة. بعد القراءة المتآنية لهذا النص اتضح أن الشاعر استهل قصيدته في الأبيات، يعني الفكرة الأولى من 1 إلى 5، بمقدمة غزلية عاطفية عبر فيها عن حنينه إلى الماضي، ماضي اللهو والصبا، مؤكدا أن الشعراء القدماء هم مثله الأعلى في ذلك. لينتقل بعد ذلك في الأبيات، يعني الفكرة الثانية من 6 إلى 14، إلى وصف مظاهر شجاعته في ساحة الحرب. وفي أبيات 15 إلى 19 يبين لنا أجواء الصيد رفقة أصدقائه. وفي الأخير، يعني الفكرة الأخيرة، تصل بنا القصيدة في النهاية إلى تصور الشاعر الحكيم الذي عرض مجموعة من المواعظ والنصائح، جوهرها العمل وضرورة التريث في بعض الأمور. ثانيا، الحقول الدلالية. فنجد أولا حقل دال على الغزل من قبيل الصبا، الغزل، الصبر، المحبة إلى غيرها. هناك حقل دال على الشجاعة: أشقر مر البرق، زرق حوافره، سود نواضره، نزل الصيد. وحقل دال على الحكمة والموعظة من أمثلته: فاتبع هواك، يستحسن العجل، الريث، ثم الآداب، المأثور، إلى غيرها. ثالثا، الصور البلاغية. نجد التشبيه: الأبيات 8، 13 و11. مثلا في البيت 11 شبه الشاعر مرور السيف بأعناق الأعداء بمر البرق، وذلك بجامع السرعة المفرطة في كل من المشبه والمشبه به. ثانيا، نجد الاستعارة، فنجد لها أمثلة من قبيل قضى خطه الأزل، رد الصبا، نازعتني النفس باطلها. يتضح جليا في الأخير أن هذه الصور البلاغية حققت وظيفة جمالية للقصيدة. رابعا، الأساليب. أولا، أن القصيدة زاوجت بين الخبر والإنشاء، فمن أمثلة الجمل الخبرية قول الشاعر: رد الصبا، زرق حوافره، رب سارية، إلى غيرها.
وهي جمل خبرية تخلو من أدوات توكيد. أما فيما يخص الأساليب الإنشائية، نجد أسلوب الأمر في قوله دع، فاتبع، فارض إلى غيرها. كما نجد أيضا الضمائر، فهناك ضمير المتكلم بصيغة الفرد ك هممت قلبي، أسير، نازعتني إلى غيرها. وهناك أيضا بصيغة الجمع كقضينا، لدينا، اشتهينا إلى غيرها. وأخيرا نجد أيضا ضمير المخاطب، من أمثلته اتبع، اعرف. خامسا الإيقاع. أولا ندرس الإيقاع الداخلي المتمثل في ظاهرتي التوازي والتكرار. هذا الأخير يتمثل في تكرار الطباق، ومن أمثلته الجد، الغزل، صبر، جسع. الصبر الشيب، يعني تندرسو هنايا تضاد. ثم تكرار الترادف، يعني الغزل تساوي الهزل، الفتى يساوي الصبا. وأيضا نجد الجناس من قبيل الوهل، الهول، الهزل، الغزل. بالإضافة إلى جناس الاشتقاق أمضي، ماضي، يمر، مر. إلى جانب التكرار نجد التوازي، والذي يمكن تتبعه في الأبيات من 9 إلى 22، وهما بالترتيب توازي تركيبي، وآخر دلالي قائم على التضاد. ثانيا بالنسبة للإيقاع الخارجي، ويتمثل أساسا في بحر القصيدة، والذي يمكن استكشافه من خلال تقطيع البيت الأول. النتيجة النهائية ستكون كالآتي: مستفعل فاعل مستفعل فاعل. من خلال هذا التقطيع يتبين أن الشاعر نظم قصيدته على البحر البسيط. أما القافية فتتمثل في هزل، وهي قافية متراكبة وجاءت مطلقة لأن الروي هو حرف اللام، بالإضافة إلى ظاهرة التصريع في البيت الأول، وهي خاصية تميز القصائد الإحيائية. وأخيرا الخاتمة، ويمكن القول أن الشاعر البارودي حافظ على نظام القصيدة التقليدية من حيث المضمون، واعتمد مدونة معجمية لغوية بسماتها المعهودة من جزالة الألفاظ وقوة المعاني، مع الحفاظ على الخصائص الإيقاعية من وحدة الوزن والقافية والروي، دون أن ننسى ظاهرة التصريع، وكذا توظيف صور شعرية. ولعل هذه الخصائص تعكس بامتياز انتماء هذا النص إلى الاتجاه الإحيائي. وهذا ليس بغريب أن محمود سامي البارودي أول من رفع لواء الإحياء والبعث والإحياء في القصيدة العربية، كسبيل لتطويرها وتجديدها فيما بعد. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة.